وبيطلب منها بيل انها تخرج معهم تاني يوم، وبتوافق. وتاني يوم كلهم بيتجمعوا وبيبداوا يسبحوا، وبالصدفة بيلاقوا في شنطة بين كتاب، والكتاب ده بيكون بيتكلم عن تاريخ المدينة، وبيبدأ يحكي لهم عن حاجات كتير بتحصل في المدينة، وعرض عليهم ان هم يجوا معاه البيت لانه بيكون عنده حاجات زي كده كتير جدا، وان هو بيحب يجمع كل الاخبار. وفعلا بيروحوا معاه البيت وبيلاقوه مجمع معلومات كتير جدا عن المدينة ومعلومات مرعبة، وبيعرفوا ان المؤسسين المدينة دول اختفوا وما كانش باقي منهم غير هدومهم، وكانت ملطخة بالدم في مبنى كده اسمه مبنى البئر، ومحدش يعرف هم راحوا فين لحد دلوقتي. بيكون ايدي مروح لبيته، وبالصدفة كده بيعدي على نفس البيت اللي فيه البئر اللي اتكلموا عنه من شوية، وبيتوتر منه جدا وبيبدأ ياخد علاجاته علشان يهدى. فجأة بيلاقي ايد بتقرب منه، وبيبقى شخص وشه متشوه كده زي الزومبي، وبيخاف ايدي جدا وبيبدأ يهرب منه، وبيدخل على جنينة البيت. وفي البيت بيكتشف ان المهرج موجود وبيعرض عليه